الفنانين اللي هنتكلم عنهم النهارده يعتبروا أسوأ نموذج لشكل الفنان المصري، لدرجة ان انت لو عايز في يوم من الايام تبقى مطرب او ممثل اوعى تكون زيهم، لانهم حرفيا نموذج لاكتر فنان ما بيحترمش جمهوره، ده غير سوء الادارة اللي ضيع موهبته. فنجان قهوتك المتين يا صديقي، لايكك الجميل، وهتلي فوقش في ايدك وانت جاي هحكي لك. النجاح علمنا انفخ في الزبادي بقى بصراحه، يعني اقسم برب العزه انا هكلمك بامانه بقى. المطرب محمد فؤاد تقدر تقول عليه ان هو المغني الوحيد في تاريخ الفن اللي ما بيحترمش جمهوره، لدرجة انه قعد 15 سنة من غير ما ينزل للناس ألبوم جديد او حتى يقول لهم اخبار الألبومات بتاعته ايه، وكأنها كانت بالنسبة له مش عملية فن، وان في ناس بجد مستنية الفن ده غير خناقته الشهيرة مع الفنان محمد هنيدي اللي كانت من ايام فيلم اسماعيلية رايح جاي. وفكرة ان هنيدي نجح بسبب الفيلم ده خلى محمد فؤاد يحس بالغيرة الشديدة منه، لدرجة انهم تقريبا كانوا بيطلعوا يتخانقوا في البرامج، ويا عيني هنيدي عشان كان لسه طالع ويا عيني كان قلبه طيب، فؤاد كان يطلع يتخانق وهنيدي يقول كله عند الله انا مش هتكلم. يعني اسماعيليه راح جاي انا كلت علقه ان انا اديت فرصه لهنيدي، كلت علقه لا هبشت ولا حاجه، وانا كل ما بقراها بقول ليه يا محمد، يعني ايه اللي حصل؟ احنا نجحنا. الغنى بالنسبة لمحمد فؤاد بعد ما كان حلم وشغف انه يكون فنان كبير، اصبح مع الوقت تقريبا شغلانة مملة، لدرجة ان اخر 3 ألبومات ليه كان الفرق ما بين كل واحد فيهم 3 سنين، حبيبياه ولا نص كلمة، واخرهم كان بين ايديك اللي نزل سنة 2010. لو رحنا بقى لسوء ادارة الموهبة هتلاقيه ما بيهتمش بصحته، لدرجة انه هو الفنان الوحيد اللي من الجيل التسعينات اللي صوته راح تقريبا. يعني عندك ايهاب توفيق ومدحت صالح وهشام عباس وطبعا على رأسهم عمرو دياب، كلهم صوتهم قادرين يحافظوا عليه لحد النهارده، ولكن يمكن فترتهم انتهت لانهم ما عرفوش فعلا يطوروا من نفسهم، بس صوتهم لسه موجود لحد دلوقتي. نيجي عند محمد فؤاد ونلاقيه في كل حفله بيطلع فيها يقعد يزعق في الناس وبس، ما بقاش بيغني اساسا. انا ما بغيرش من حد، ما توجدش اللي انا غير منه، ده وش عشان تبقي فاهمه يعني. تعالوا بقى ننقل على التمثيل ونروح نشوف احمد الفيشاوي، واحد كان بيلقب بافضل ابن فنان موهبه موجود في الساحه، ولكن نلاقي فجأة تتوهات وتوهان مستمر في واقعة شهيرة قوي حصلت لأحمد الفيشاوي، طبعا مش هينفع اتكلم عنها، تقريبا في بداية الألفينات. بعد الواقعة ديت أحمد الفيشاوي اتهز هزة كبيرة قوي نفسيا، ما بين الجمهور اللي كان بيهاجمه هجوم صريح، وما بين توهانه هو بينه وبين نفسه. فتلاقيه بعد الواقعة دي بالتحديد فجأة تلاقيه بقى عامل نفسه شيخ وبيطلع في برامج بيتكلم قوي عن الدين، بعد كده بيتجه للفن سنين طويلة وبينجح فيه، بعد كده فجأة الموضوع بيتغير 180 درجة ونلاقيه واشم جسمه كله، وفجأة بقى بيعمل أفلام زي مثلا فيلم عادل مش عادل، وفيلم رهبة، وفيلم بنقدر ظروفك. وبعد موهبته الكبيرة اللي كانت ظاهرة في أول مشواره، للأسف النهاردة بقى بيلقب بفنان مصري بعد كل اللي بيعمله ده. بيب قلبي حاسب انا بعدي يا بنت انا بحبك لدرجه ان انا يعني نفسي ما اشوفكش تاني. نرجع بقى تاني للمطربين وللغنى، بس المرة دي هنروح لشيرين عبد الوهاب اللي حياتها الشخصية تقريبا هتدمر مشوارها الفني كله. تخيل ان شيرين عبد الوهاب بتغني من 22 سنة، عملت 9 ألبومات في ال 22 سنة، يعني تقريبا بتنزل ألبوم كل 3-4 سنين واحيانا 5 كمان. واخر ألبوم يتقال عليه انه ألبوم كامل او ألبوم كويس يتسمع كان ألبوم نساي اللي نزل سنة 2018. وبعد ألبوم نساي ب6 سنين بتنزل بألبوم تاني اسمه بتمنى انساك. وللأسف الشديد بسبب مشاكلها الكتيرة الشخصية، مرة نسمع خبر بتتعاطى حاجات، ومرة مشاكلها مع فلان الفلاني، لحد ما يوصل بيها الأمر إنها تعمل حفلة في المغرب أو في الجزائر مش متأكد، وتغني بلاي باك على أغاني متسجلة، والناس تزعل من شيرين وتسيب الحفلة وتمشي، وشيرين بتغني لوحدها على المسرح تقريبا. وللأسف برضه بسبب مشاكلها الشخصية بتلقب بفنانة مصرية هتدمر مشوارها كله. كل سنة بغني بالكويت بيعرضوا عليا الجواز، ولا مرة حد اتجوزني. تعالوا بقى نرجع للتمثيل واجيب لكم نموذج الله العالم بيه بصراحة، وهي الفنانة حلا شيحة. الفنانة حلا شيحة لو حد بيصرف عليها ومعاه فلوسه تمام يبقى الفن حرام، انما لو حصلت ضائقة مادية يبقى الفن رسالة مقدسة لازم نأديها. الفنانة حلا شيحة بدأت مشوارها في الفن تقريبا سنة 99 مع مسلسل زي الرجل الآخر ومسلسل كلمات، ونيجي لحد سنة 2006 وتاخد طريق الالتزام وتلبس الحجاب لحد ما بتوصل للنقاب كمان.
وحتى كمان في 2006 كانت عملت فيلم اسمه كامل الأوصاف مع عامر منيب الله يرحمه، وكانت لابسة الحجاب فيه. يمكن هو احساس ما حسيتوش قبل كده، يمكن غلط يمكن صح. يعدوا 13 سنة ونروح لسنة 2019 نلاقي الفنانة حلا شيحة قلعت النقاب والحجاب وبتمثل في مسلسل زلزال بطولة محمد رمضان. في 2020 بقى عملت عملية تجميل، ده غير فيلم مع تامر حسني اسمه مشانة، صورت في وسط الفيلم كليب الأغنية من أغاني تامر حسني. سنة 2024 بقى بتشارك في مسلسل إمبراطورية ميم، بعد كده بتقول لا الفن حرام وبتسيب الفن تاني وبترجع المفروض انها بتلتزم وبتعتذر عن الفن والرسالة المقدسة لانها اكتشفت انها حرام. كمية انتقادات في شخصيتها مرعبة. مش مهم تعملي ايه او تختاري ايه مدام ده ليكي، انما انت حاليا انت من اسوأ النماذج للفن المصري عموما وتقريبا في تاريخه. بعد الانفصال انا رجعت واشتغلت. طبيعي اي ست لما بتكون لوحدها مش زي لما تكون مع حد بيحبها بيقدرها وكده. اخر حد معانا في قائمة اسوأ نماذج فنانين للفن المصري هو الفنان الكبير محي إسماعيل، اللي للأسف مش لاقي شغل من سنة 80، فقرر مؤخرا من كام سنة كده انه يبدأ يطلع في برامج يضحك الناس عليه وهو منها لقمة. الفنان محي إسماعيل مع كامل احترامي وتقديري بالنسبة لي فنان قدراته متواضعة في التمثيل. صحيح انا منكرش انه نجح في ادوار مهمة جدا تتعدى على صوابع الايد الواحدة، منها مثلا فيلم الإخوة الأعداء او فيلم إعدام طالب ثانوي، ولكنه عشان يفضل متواجد بقى بيطلع يقول كلام لمجرد إثارة الجدل، زي مثلا نور الشريف تلميذي، أحمد زكي أنا اللي علمته إزاي يعمل تشخيص لشخصية السادات وغيره. أنا علمته التقليد، جاي قالت الرئيس السادات ما عرفش كله أصلح، كلمني عنه، ده تلميذي. واخرهم بقى بيطلع في البرامج حرفيا عشان ياكل، لدرجة انه لا مهتم باسئلة المذيعة ولا حتى بيفكر هي بتقول ايه ولا فارق معاه الرد، هو فارق معاه ياكل وبس. هنزل لك صور كده الفنانين وانا باكل. طيب ماشي. ينفع تكمل اكل؟ مش هاكل. وللاسف الشديد الفنان القدير محي إسماعيل قدره اكبر من كده المفروض بكتير. المهم بقى انتوا قولوا رايكم في نماذج الفنانين المصريين اللي على فكره 3/4 انا فعلا كنت بحبهم وكنت من جمهورهم، من اهمهم هو محمد فؤاد شخصيا اللي انا كنت من جمهوره ومن اكبر معجبينه كمان، ولكن ده لا يمنع انهم فعلا من اسوأ النماذج لشكل الفنان المصري. المهم انتوا قولوا رايكم في اسامي الفنانين اللي اتكلمنا عليهم وقولوا لي من تاني يدخل قائمه اسوأ نماذج للفن المصري. مستني رايكم في التعليقات، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك. اشوفكم الفيديو الجاي. انت كنت صاحبه في الحقيقه يعني؟ هو صاحبي مش انا اللي صاحبي، هو اللي صاحبك. تعلمي انا الاسبق، كوني دقيقة.